لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله وصحبه وسلم صل عليه وآله وصحبه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى روح والديك ثم إلى روح أخينا أستاذ محمد مهدي طارق بن محمد بن أحمد بن شهاب أن الله في الله ويرحمك الجنة والدينا والدين خاصة وجميع أمواتنا أموات محمد وإلى أرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا بسبحان الله وبحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله من موسى وابن عبيد الله وسيدنا الأعظم سيدنا البقي القدام محمد بن علي وعلى أبي أوصولهم وبروهم وجميع سادتنا علي بعلبي أجمعين ثم إلى روح مقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن الأصدقاء وأولاد 13 متاسبين أيهم وآخذين عنهم ثم إلى روح حبيب علي بن أبو بكر سكران وهو أبي عبد الله بن أبو بكر سكران وحبيب علي أكبر وحبيب شهاب بن أكبر وحبيب عبد الرحمن قاضي وحبيب شهاب بن أصغر حبيب شيخ بن أبو بكر الساري وحبيب أبي أبو عبد الشيخ البرة ثم إلى صاحب الحبيب عبد الله الحداد ثم إلى صاحب المولود الحبيب علي بن محمد بن عبد الحبشي ثم إلى أرواح كافة الله تعالى بمشرق الدين لا بغاريا باريا خصوصا لطالب الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شهاب وحبيب الشيخ بن علي بن شهاب وحبيب عبد الله بن عبد شهاب وأصولهم وبرائهم ثم إلى رسول المكب زي والدي حبيب قاسم وعظيم بن شهاب وأصولهم ثم إلى أخينا أستاذ محمد الطارق بن محمد بن عمرو بن زيد شهاب لمن تبعنا حوزنا بسبب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى أرواح والدينا ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم الله يجعله نورا وضلال بين أيديهم الله يجعله بدعا لهم من النار وبكاكا له من النار ونجاة له من النار وإركا له من النار وسترا وحجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم وجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومسجد رحمتك ومحل أوليائك وعلى الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة المولود الصغير ما نبح بأيديهم وملكاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأولئك وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى يا رب صل يا رب صل على محمد أقرى داء يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وصحل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الغير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بن حبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يا عزيز وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا عظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على شوكه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم مشانه. خلق خلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جلت به في أقداره الجسمة. فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجر هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا فضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت في وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى قد بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا العبد صلى الله عليه. على قلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيء الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويظهر في تأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم بطون والزهور ما ملأ الوجود خلقيا نور فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء صلى الله عليه بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين التقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأصليه بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين صلى الله عليه هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين
داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للكلام أن يهوط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث مشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتزت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها، فدمت أحشاؤها بمؤونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسويها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادته لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات ظله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراك هذا الصراط، والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام
إلا أتت بحمله إغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل في الأرض والسماوات متدمية بإثر الفرح بملاقاة أشرق البرية وبروزه من عالم الهواء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجدي إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت سكينة هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود صلى الله عليه. فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور الإين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله له أمر حجره وجهه هذا مولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أقبل سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من غير وادي
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Asyraqal kaunu tihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wasun
وسعد ونور الله ربي بارنا بجاهه في جوار خير ما رسول الله جينا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر وصلاة الله تغشى أشرف الروح لمحمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اكتب علينا يا تواب اكتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا الله طب علينا يا تواب طب علينا سامحنا فيما جنينا سامحنا فيما جنينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه melok duduk sini.
bin Abdullah bin Husain bin Ahmad bin Syahab. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالنصر عن الله يستحمل مولانا ونوير قلوبنا ويقضي بالصالحات عملنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Masyarul hadirin, di hadapan kita ada dua orang bayi yang akan diresmikan namanya yang sudah disepakati oleh keluarganya. Yang pertama bernama Husin Aisyah bin Ali Ridha bin Abdullah bin Husin bin Ahmad bin Alwi bin Syahab. Yang kedua Muhammad Hisham Al-Fadiski bin Starman Witra. Semoga kedua anak ini dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah dan Rasulnya dan kedua orang tuanya, banyakkan rezekinya dan dijadikan orang-orang yang sakhiyun ala haziniyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهونا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله تعالى عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض بشر الروم. قالت ثم ألبسته وأضأته فلم أنشب أن وشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفل ذلك عني ثم عاودتني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات
بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. صلى الله عليه. وله مع سهولة أهلك الهيبة القوية التي تستفيد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطت طرق المنازل، وبعنف ذكره تتيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجمتها بإنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاده علم وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسنا مني أن عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة،
وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين.
واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله ومن إليه وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير أنام وبأممين يا قيامة اكفي رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى فضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزدت بكم شرافا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا النور. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ويقينا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang berbahagia ini kita telah sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mushallah Gubalil Habib Qasim bin Syahab. Salawat serta salam kita haturkan atas junjungan kita baginda Sayyidina wa Syafi'ina wa Qurrata Ayunina wa Maulana Muhammad beserta para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Adapun Al-Faqir berdiri sini untuk membacakan rangkaian acara kita pada sore hari ini. Tadi telah sama-sama kita lewati yaitu pembacaan Yasin dan Tahlil, juga pembacaan kitab Simtud Durar lil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Menginjak acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang pada sore hari ini kami mintakan kepada Al-Habib Alawi bin As-Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Umar bin Syahab bin Abdurrahman bin Syahab fa'alaihi falyatafaddar mashkura. Udhkuru salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pada sore hari ini kita telah dikumpulkan di musalla, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam acara yang penuh dengan kehusyuan dan keberkahan ini. Rahmat dan keberkahan insyaallah turun ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi orang tua kita yang telah mendahului kita, Al-Habib Qasim bin Syahab,
ajadat kita, abak kita, ummahat kita, jaddat kita yang telah berpulang, mudah-mudahan diberikan oleh Allah jannahnya, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita, sepuh kita yang hadir di sini, Al Habib Ali Al bin Hamid, guru kita Al Habib Syauqi bin Abdullah Al Kaf, Al Habib Syukri bin Syahab, waqafatil habaib wal asatid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Al-Imamul Ghazali beliau pernah mengatakan, manid da'a arba'an bighairi arba'in fahuwa kadzab. Siapa mengaku 4 perkara namun tidak dibuktikan dengan 4 perkara yang lain. Jadi dia ngaku 4 hal namun tidak dibuktikan dengan 4 hal, fahuwa kadzab, maka dia adalah pendusta. Yang pertama, manidda'a hubbul jannah, manidda'a hubbal jannah walam yuti'illah fahuwa kadzab. Barang siapa orang yang pertama ngaku cinta surga namun tidak taat kepada Allah, maka pengakuannya itu adalah dusta. Orang ini adalah pendusta. Ngaku cinta surga, pengen masuk surga, tak galak dengan neraka, takut dengan neraka, naknya surga itulah, namun Allah berikan kenikmatan untuk dia tidak digunakan untuk mencari surga. Harta yang berlebih tidak digunakan untuk bersedekah. Fisik yang sempurna, kesehatan, kemampuan tidak digunakan untuk ibadah mencari ridha Allah. Bahkan yang paling wajib sekalipun kadang-kadang masih ditinggalkan. Apa itu? Sholat 5 waktu masih berantakan, masih bolong-bolong. Tidak kate istilah wong Islam itu sholat bolong-bolong. Yang namakan rukun Islam nomor 2 itu sholat 5 waktu. Mana ada sholat bolong-bolong? Ya, maka ada seorang pemuda, sekarang kan zaman medsos, apa-apa ada di medsos. Banyak yang negatif, ada juga dikit yang bagusnya. Di antaranya kami pernah nyingok. Dia berkata, si fulan ini, seorang pemuda, saya sekolah SD SMP Islami, berbasis Islam, Masya Allah. SMA kuliah baru umum, kata dia. Nah dari situ, dari kecil dia sudah tahu yang namanya sholat, sudah rutin yang namanya sholat. Dan ketika dia sudah SMA ke Pucuk, itu dia lah ngomong ketemu dengan kawannya, aku sholat tapi bolong-bolong. Dari situ dia heran, kok ada wong sholat bolong-bolong. La haula wala quwata illa billah. Kemudian nyingok dia yang selalu sholat 5 waktu, kawannya ini ngomong, kau rajin sholat. Ngapo pula sholat disebut rajin? Ini kewajiban. Kalau kau bilang aku rajin sholat karena aku sholat sunnahnya banyak, sholat duha atau sholat di masjid terus, baru aku sholatnya rajin. Namun kalau 5 waktu ini bukan kerajinan lagi, ini kewajiban dari Allah. Ya, bahkan kata dia, bahkan ada kawan aku yang sholat macam nonton serial seminggu sekali. Kan kalau kami masih kecil itu SD hari Minggu nonton film bersambung, film pahlawan apalah segala macam. Hari Minggu, setiap minggu kita tunggui sambungannya, episode berikutnya. Ada wong yang sholatnya macam itu. Hari Jumat baru kejingoan. Bahkan ada yang sholatnya macam nunggu THR setahun 2 kali. Yang tidak sholat pun juga ada, kata dia. Nah ketika orang ini ngaku cinta surga, namun tidak sedikit pun atau banyak sekali meninggalkan ketaatan, fahuwa kadzab, pendusta. Yang kedua, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbil ulama wal fuqara fahuwa kadzab. Ada yang ngaku cinta Nabi namun tidak cinta ulama, tidak cinta orang fakir. Nah, Nabi itu kita cintai, kita ikuti sebenarnya bukan dalam hal ini baik. Dalam segala sisi kehidupan kita hadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pikiran kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sifat kita hadirkan sifat Nabi Muhammad. Teladani sifat beliau. Kedermawanan, kejujuran, pemaaf, lemah lembut, tegas ketika berurusan dengan syariat. Ikuti Nabi Muhammad. Sifat kita mengikuti sifat Nabi Muhammad. Usahakan. Pemikiran, pikirkan terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kadang kalau wong lah sudah jatuh cinta yang dipikiri kekasihnya terus. Sampai lama-lama terbawa tidur, terbawa mimpi. Kalau kita kepengen mimpi Nabi Muhammad, bayangkan baginda Nabi Muhammad. Pikirkan beliau. Dalam tidurmu akan berjumpa dengan beliau. Ada seorang yang bertemu dengan tuan gurunya, dia nanya, macam mana cara mimpi Nabi Muhammad? Kau makan sebelum tidur, malam-malam makan malamnya itu makan yang bikin seret, kata dia. Apalah roti, kerupuk dan segala macam. Kalau sudah seret jangan minum sampai engkau tidur. Pokoknya tidak boleh minum sehaus apapun. Diamalkanlah oleh fulan bin fulan ini. Ketika dia sudah kehausan, dia nyari-nyari banyu tapi tidak boleh minum. Kata gurunya, pacak mimpi Nabi kayak gitu. Akhirnya tidur. Mimpi apa dia? Mimpi nemu kolam beraup dia. Minum aja sampai puas. Akhirnya besok ketemu dengan syekhnya. Wahai tuan syekh, saya tidak mimpi Nabi, malah mimpi minum banyu. Apa yang kau pikirkan semalam? Pikirkan banyu terus haus. Begitulah. Kalau engkau pikirkan air, mimpinya air. Tapi kalau kau pikirkan baginda Nabi Muhammad, insya Allah mimpinya baginda Nabi Muhammad. Pemikiran kita adalah beliau. Ham kita, apa namanya? Keinginan kita samakan dengan keinginan Nabi Muhammad. Apa keinginan Nabi Muhammad? Kita sering baca dalam maulid tadi, azizun alaihi ma anittum. Berat, susah Nabi Muhammad kalau umatnya dapat masalah, dapat kesulitan, susah Nabi Muhammad. Harisun alaikum, beliau sangat berusaha memberikan manfaat dan kebaikan untuk umatnya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, keinginan kita samakan. Mungkin kita tidak ada bakat, tidak susah, jauh lah kita nak membantu saudara kita di akhirat, mungkin tidak terbayang. Kita di akhirat pun belum tentu pacak nolong diri kita, macam mana nolong mereka di akhirat. Tapi di dunia kita pacak. Yang butuh bantuan, yang butuh uluran tangan, yang butuh donasi, donasikan bantuan kita, uang kita, tenaga kita untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita usahakan selaras dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca Nabi? Nak masuk WC, keluar WC, doa habis wudu, doa nak tidur, baca. Ustaz, saya dah hafal doa-doa dari Nabi. Cak manyo nak nyarinya, buka kitab hadis kami tak mampu. Baca Arab kami saro. Buka YouTube Wirdul Latif, wirid-wirid yang dihimpun oleh Imamul Haddad. Ada bacaan wirid sore, wirid pagi, itu sama baik. Wirdul Latif disusun oleh Imamul Haddad. Kita beli HP baca, beli kuota baca, buka YouTube itu Wirdul Latif sore-sore. Dengarkan, ini wirid yang disusun oleh Nabi Muhammad. Ada yang lain Ratibul Haddad juga susunan beliau. Setel. Kalau memang ngerasa tak bisa. Lah kap bahasa Indonesia ngomong apa? Waktu SD dulu, Allah bisa karena biasa. Sering dengar, lama-lama baca kita peloi. Ratibul Attos juga Imamul Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Ada bisa kita cari. Jangan cuman kita googling yang rakse baik untuk manfaat ilmu kita sayang kuota wal iyadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan kita selaras dengan Nabi Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nak meninggal dibimbing oleh Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Kemudian al-jinan, hati kita, yang ada di hati kita kalau pacak samakan dengan apa yang ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta para sahabat, cintai para sahabat. Jangan berani-berani kita mengkritiki sahabat. Nabi Muhammad cinta ulamanya, cintai ulama, hormati ulama, muliakan, agungkan mereka karena mereka adalah pewaris para nabi. Nabi Muhammad cinta zuriatnya, kita cinta kepada beliau. Kita sambut kedatangan mereka yang datang jauh-jauh. Kemarin Habib Umar bin Hafid datang, Hubabah juga datang, alhamdulillah sampai ke Palembang. Wah, begitu ramai manusia. Ya, diceritakan di Jakabaring itu berhempit-hempitan, sempit-sempit, sampai pingsan ibu-ibu hanya untuk berjumpa dengan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa makhluk, karena tidak galak ngomongkan dia ni wong, ya, makhluk yang ngatokan itu putus nasabnya. Mereka sudah tak tersambung lagi dengan manusia yang mencintai sebegitu hebatnya lautan manusia. Ada yang ngomong putus ini, putus, tidak kate ini.
Tak tersambung lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun kita diajarkan mendoakan yang baik-baik. Mudah-mudahan mereka-mereka ini dapat hidayat. Amin ya rabbal alamin. Cintai yang dicintai Nabi. Nabi cinta zuriatnya, kita cintai zuriat Nabi. Ulama, kita cintai ulama. Tadi Imam Ghazali mengatakan, siapa cinta Nabi, namun dua manusia tidak dicintai. Orang alim dan orang fakir. Orang miskin, kita cintai. Nabi begitu sayang dengan orang miskin. Bantu orang miskin. Kita buka dompet kita ini uang 100 ribuan banyak. Ngapa pelitnya nak mengeluarkan? Gak bisa mengeluarkan yang merah, keluarkan yang biru. Berat mengeluarkan yang biru, keluarkan yang hijau. Berat mengeluarkan yang hijau, keluarkan yang ungu. Berat juga, awas metu ke yang belading itu. Yang betul belading itu untuk jajanan budak-budak SD. Masa kita sedekah dengan yang ngawak lading itu serem nian. Yang itu yang galak digawak kita ke masjid kan? Yang ngawak lading. Jangan, ya ikhwan, senangkan tidak usah nunggu kita kayu. Malu kita dengan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ini orang hebat, tapi dia orangnya paling miskin. Dia hebat, tapi orang paling miskin. Tapi Sayyidut Tabi'in, macam mana itu? Apa dia nyambungnya, cak mana? Karena dia bakti luar biasa dengan wong tua. Yang kedua, sedekahnya luar biasa. Ceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat. Dia ini, Uwais Al-Qarani, itu makannya dari tempat sampah. Paling miskinnya wong. Ini halal karena sudah dibuang oleh wong. Cari roti sama dia. Dipilah jadi 3 macam. Ada yang tidak layak makan manusia, ada yang sedang, ada yang masih bagus. Ini roti tadi dibagi 3. Ini yang buruk, ada yang sedang, ada yang masih bagus roti. Yang buruk ini maksudnya manusia tuh tidak ada layak untuk makan. Kalau binatang layak. Nah yang buruk-buruk tadi diinjukkan anjing sama dia. Dia makan di situ anjing, di sini dia. Makanlah punya kau, di sini punya aku. Luar biasa, ini menghancurkan kesombongan dalam hatinya, luar biasa. Ini mujahadatun nafas. Di situ anjing, di sini dia makan. Inilah jatah kau, inilah jatah aku. Dan dia makan bagian yang sedang. Yang sedang. Yang bagus dicarinya lagi fakir miskin pengemis yang sama dengan dia, dibagikannya lagi. Ya Allah, terimalah ya Allah, kalau aku memang baik bersedekah ini, aku sudah berusaha semampu aku, masih minta sama Allah, masih dia ngerasa dirinya itu belum sempurna dalam berbagi. Padahal wong ndak kati apa-apa. Malu kalau kita masih di dompet ini banyak yang warna merah, banyak yang warna biru, tapi masih pelit. Malu dengan Uwais Al-Qarani. Orang yang membutuhkan ini banyak, luar biasa, zaman sulit. Nauzubillah, ya, saudara-saudara kita nyari duit. Kalau dulu ibu-ibu yang berusia senja ini di rumah baik, ya, ngurus cocongnya, ngurus kebun, nyiram tanaman. Sekarang kita jengok ibu-ibu, seumuran ibu kita, seumuran nenek kita, jadi tukang parkir, jadi badut lampu merah. Itu pernah ibu-ibu yang bajunya besar panas itu, yang helmnya besar itu ibu-ibu. Bayangkan itu nenek kita, bibi kita, atau ibu bunda kita macam itu. Maka kau berikan di situ. Berapa yang ada di dompetmu? Ya, Al-Fakir pernah ada hadiah dari tempat apa lagi mengajar, beras 5 kilo. Ya, karena ngerasa di rumah ada, kami lah bibi yang pakai jadi badut lampu merah itu. Ya, matanya berkaca-kaca, mau kasih pak, mau kasih pak, mau kasih pak. Nah, kita mungkin ada yang kita punya lebih dari sekedar itu, berbagi kepada mereka. Senangkan umat Nabi Muhammad dengan harapan dapat syafaat dari beliau. Barangkali dengan sedekah yang sedikit itu yang membuat Allah ridho. Imam Ghazali diangkat derajatnya gara-gara ngenjuk minum lalat. Dia lagi nulis, tintanya itu berbanyu, lalat mampir, haus lalatnya. Ya, diminumlah sama lalatnya itu. Ya, diminum itu apa namanya? Tintanya itu diminum. Didiamkan sama Imam Ghazali. Mungkin lalatnya ini kira ini kopi Golda mungkin ya. Dikira kopi Golda. Diminum sama lalatnya, didiamkan. Pas sudah lalatnya berlari baru Imam Ghazali nulis lagi. Dengan itu diangkat derajat, bukan dengan ilmunya yang banyak, kitabnya yang manfaat itu, namun yang paling bernilai adalah sedekahnya kepada seekor lalat.
Apalagi kalau kita berbagi kepada umat Nabi Muhammad. Konya tadi tidak mampu membantu di akhirat, mungkin kita ngerasa kita pun butuh bantuan banyak di akhirat, setidaknya bantu mereka di dunia. Cintai yang dicintai Nabi. Kemudian yang dibenci Nabi jauhi. Kalau Nabi ngomong tidak suka, kita tidak suka juga, wajib. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minar rijal minan nisa birrijal. Allah melaknat laki-laki yang keperempuan-perempuanan dan perempuan yang kelaki-lakian. Dilaknat oleh Allah. Nabi ngomong, berarti kalau dilaknat tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Kita pun harus tidak suka. Jangan beri ruang sedikit pun untuk kaum-kaum seperti ini ya ikhwan. Sesungguhnya penyakit yang mereka berikan lebih bahaya dari penyakit apapun. Tidak usah kita orang Indonesia, orang Palembang, orang Amerika saja mereka sudah gerah dengan kaum ini. Gerah luar biasa. Wali-wali murid itu demo. Kenapa? Kurikulum sekolah dimasuki agenda-agenda ini. Agenda-agenda kaum LGBT pelangi dimasukkan. Sehingga mereka demo. Di sekolah-sekolah TK. Kalau sekolah TK kita itu dimasukkan polisi supaya anak-anak kecil kenal dengan polisi. Mereka sosialnya polisi atau pemadam. Ini kan pernah kita lihat ya, pemadam masuk ke sekolah anak-anak, mereka mensosialisasikan mensosialisasikan pekerjaan mereka supaya anak-anak TK teredukasi. Di Eropa sana yang datang ke TK siapa? Kaum-kaum yang demikian. Laki-laki yang berpakaian yang seksi, berpakaian yang tidak jijik, pokoknya jijik lah. Seksi dalam artian bukan lemak dipandang, jijik, dan mereka datang mendongeng untuk anak-anak TK itu. Wal iyadzubillah. Makanya di sana umur belasan tahun lah sudah ngerasa saya ini sebenarnya perempuan dalamnya dan lain-lain. Itu belasan tahun lah sudah serusak itu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang dijadikan ini tidak senangi Nabi Muhammad, kita tidak senang. Di zaman Nabi ada wong seperti itu disuruh keluar. Apa itu? Di karantina dulu. Jangan masuk di kota. Soalnya akan menyebarkan. Apalagi dapat Khalifah Umar bin Khattab kalau tidak salah. Di-outkan dulu dari kota Madinah. Disepikan dulu supaya dia berubah dulu. Sudah berubah baru boleh bergaul. Soalnya mereka ini merusak ya ikhwan. Sama seperti di pesantren itu ada wali santri pamit, Ustadz anak kami diperiksa, katanya ada sakit paru-paru, kami nak cek sekali lagi, kalau betul kami nak bawa balik istirahat dulu 4 bulan 6 bulan, takutnya kaget menyebar, karena paru-paru itu kan bahaya ya. Budak kecil ini kan minum ya sama baik dia ngerasa dolor juga kalau di pondok ini, gelas jadi bekas kawannya tadi. Nah tapi kalau paru-paru menyebar, menular. Makanya wali ini bilang, kalau memang betul positif, kami istirahat dulu mondoknya setengah tahun atau berapa bulan itu. Nah, ketika paru-paru saja kita anggap berbahaya, mirip lagi dengan COVID. Kalau sudah COVID di karantina bahaya nih. Cacar juga. Dulu dari kami mondok di Dalua, budak cacar beliknya khusus. Sakit cacar belik khusus. Bukan belik sakit, belik sakit cacar lebih khusus lagi karena menular. Maka yang penyakit kaum LGBT ini lebih bahaya dari cacar, dari COVID, dari paru-paru. Maka kita harus mengantisipasi mahasyiral muslimin. Nabi Muhammad bilang cegah, kita cegah. Apapun yang dicintai Nabi kita cintai, yang tidak disukai Nabi kita jangan kita berani mendekatinya. Yang ketiga, manidda'a al-khauf minan nar. Takut neraka. Ngaku takut neraka. Kapan bulan puasa? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya. Kalau kapan habis wirid maghrib, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, paling kuat. Tapi walam yatrukil ma'asi, tidak menjauhi maksiat, fahuwa kadzab, pendusta. Kita diberikan Allah panca indera, mata, tangan, kaki, gunakan dengan yang baik, yang tidak dimurkai Allah. Jangan gunakan matamu untuk hal yang tidak diridhoi Allah. Jangan gunakan mulutmu untuk mengucapkan hal yang tidak disenangin Allah. Tanganmu jangan mengetik, mencari, menggogling apa yang dimurkai oleh Allah. Kalau kita takut sama neraka, maka gunakan segala yang nikmat yang diberikan Allah untuk menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah. Yang terakhir, manidda'a hubballah, ngaku cinta Allah. Aku cinta Allah, aku cinta Allah.
wasyakka minal balwa, tapi mengeluh kalau diberi musibah. Kalau diberi musibah ngeluh, fahuwa kadzab, pendusta. Dinjok musibah ngeluh, ya Allah, kurang sholat apa aku ini, kurang ibadah apa, ngapa secepat itu kau ambil orang yang aku sayangi, ngeluh, ngomel, berarti belum cinta Allah dia. Cuman ngaku-ngaku baik. Ketika ditimpa kemalangan, musibah, kebangkrutan, ngeluh, ya Allah, kurang sedekah apa aku ini sehingga bisnisku bangkrut lagi. Ini orang belum mengenal hakikatnya pemberian dari Allah dan cobaan dari Allah. Sesungguhnya kehidupan kita ini, semua yang barang yang kita miliki ini adalah titipan. Ada yang mengajarkan hiduplah seperti tukang parkir. Semua yang dia miliki adalah titipan. Walaupun dia memiliki di lahannya itu mobil dengan segala jenisnya banyak ada di situ, motor pun lengkap di situ, tapi dia sadar ini titipan. Kalau diambil oleh yang punya, diantar sama dia, diatur, dia dapat imbalan. Kehidupan di dunia ini semuanya, harta, jabatan, orang-orang yang kita sayangi, titipan. Suatu saat diambil oleh yang punya, harta diambil oleh yang punya, jabatan kita berakhir, atau orang yang paling kita sayangi mungkin suatu saat kita akan berpisah dengan dia. Ya jarang ada cinta sehidup semati, itu jarang. Kecuali memang ajalnya memang sama, mati berdua karena kecelakaan, itu sehidup semati. Kadang-kadang kebanyakan maut memisahkan. Itulah takdir Allah. Allah itu titipan, dia milik Allah. Kita cuma dititip untuk merawat dan menyayangi dia. Siapapun itu, orang tua atau anak atau pasangan, milik Allah. Allah titip supaya kita merawat dia. Ketika diambil oleh Allah, maka kita relakan. Memang sedih, memang berat, ngomong itu mudah, namun kejadian yang sesungguhnya berat. Makanya pahalanya sabar surga. Berat. Kalau gampang, enteng. Beli apa? Beli rinso, beli sabun di warung, dapatnya piring. Beli barang-barang apa? Beli dapatnya payung, dapatnya kaos. Beli apa? Obat nyamuk, beli obat nyamuk sedus, nak jual lagi di warung. Dapat dari grosir, dapat kaos 3 roda. Kenapa? Barang dunia, barang remeh. Dapat hadiahnya pun remeh. Namun sabar, suatu yang sangat berat, balasannya begitu mahal, jannah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti seorang betul-betul cinta kepada Allah, menerima ikhlas dan ridho apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 4 hal kalau kita ngaku cinta harus kita buktikan, kata Imam Ghazali. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW bukan hanya kita akui di mulut kita saja, namun kita bisa mengikuti beliau, menghadirkan beliau di dalam setiap langkah hidup kita semua, sampai mati dalam mengikuti ajaran beliau, wafat husnul khotimah, kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kami sampaikan di kesempatan yang bahagia ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas ketidaksopanan atau kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak, kita ucapkan kepada Al-Habib Muhammad Alawi bin Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab. Menginjak acara berikutnya yaitu talqin zikir dan doa penutup sekaligus Fatihah kepada Al-Habib Mahdi bin Syihab. Pada sore hari ini kita mintakan kepada Al-Habib Husin bin Abu Bakar bin Syihab, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم الرضوان على سامي رسول الله أجمعين عليه نحيا نموت أهل البعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بذل العطية يا صاحب المواهب الثانية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Diumumkan dulu jenazah besok salat Jumat bukan diumumkan belum tahu Fatihah kalau oh telah meninggal dunia Al Habibana Ustaz Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zain bin Syahab. Al-Fatihah. Allah fillahu wa yarhamhu wa birahmatihi wa walidina khassah wa jami' amwatina wa amwat muslimin ammah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa sima dakhalahu taqabbal a'malahu wa tajawaz an sayyi'atihi. Allahumma adkhil fi qabrihi rawhan wa rayhan wal bishar wal amal fi ridwan waj'al qabrahu jinan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka kami mewakili segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan di sana sini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kami ulangi pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia